السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من قناة مع مطبخي. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو حلقة أولى أو الفيديو الأول لتحضيرات رمضان أو تجهيز المائدة الرمضانية بأطباق متنوعة ومتشكلة وبطبيعة الحال بمساعدة التحضيرات الرمضانية اللي كنا وجدنا من قبل. بقاو معنا باش تشوفوا طريقة التحضير وطريقة التوجد ديال هذه المائدة، خصوصا وجدت بعض الأطباق اللي هي جديدة. اول حاجه كيف ما كيبان لكم غادي نوجدوا البريوش اللي كياخذ واحد المده في الخميره ديالو. خديت نص كيلو ديال الدقيق، خديت 4 كاس ديال الزيت، 2 معالق ديال السنيده، ودرت واحد القبصه ديال الملحه كيف ما كتشوفوا، وغادي ندير شويه ديال الخميره، كاس ديال الحليب، وغادي نديرهم في العجانه حتى كيتلكوا مزيان. من بعد كنزيد عليهم واحد شويه ديال الماء اللي كيكون دافي باش يتخلطوا ليا ويتجانسوا. كنعرفوا العجينه كتكون لينه ديال البريوش. ملي كتخلط العجينه كنضيف واحد 60 غرام ديال الزبده اللي كتكون على درجه حراره المطبخ وكتكون لينه وكتسلك معاها مزيان. من بعد غادي نجمعوها ونحتفظوا بها حتى كيطاب في الحجم ديالها تماما، ومن بعد عاد غادي نخدموا بها. كيف ما كتشوفوا العجينه ديالي من بعد ما اختمرت كيف ما كتشوفوا غادي نشكلها على شكل كريسات صغار اولا اللي بغى يديرهم على شكل باكيت. كيبقى العجينه ديال البريوش كتفنوا فيها وديروا فيها اي حاجه. درت فيها قطع ديال الشوكولا وغادي نديرها في الطاوله اولا في الطاوه وغادي نخليها حتى كتختمر، وغادي نزين الواجهه ديالها اولا ندهنها بشويه ديال الحليب وشويه ديال البيض وندير فوق منهم السنجلان وكندخلهم للفرن اللي كيكون مسخن على درجه حراره 190 من التحت حتى كيتحمروا، وكنشعل عليهم من الفوق باش ياخذوا اللون الذهبي اللي كنعرفوا. وهذا هما النتيجه ديالهم، كيجيو على هذا الشكل بحال هكا فيهم الشكلاط. ودائما ملي يطيبوا نديروا فوق منهم شي منديل باش ترجع لهم الحراره. هنا غادي ندير نيويورك رول. كناخذ كاس الحليب، كنضيف عليه معلقه ديال الخميره، 2 معالق ديال السكر سنيده. هنا عندي كاس الا ربع ديال السنيده، غناخذ منه غير 2 معالق في الطحين، وغادي الاخر حتى غادي نضيفو في المكونات الاخرى. من بعد ما تفاعلت ليا الخميره غنضيفها على الدقيق، وغادي نضيف كذلك الكماله ديال السنيده، وغنضيف كذلك كاس الا ربع ديال الزيت، رشه ديال الملحه بطبيعه الحال، وكنجمع العجينه ديالي جيدا كيف ما كتشوفوا. ما غندلكها ما حتى شي حاجه، غادي نخليها حتى كترتاح واحد 10 دقائق، يعني ماشي بزاف. من بعد غادي نطلقها كيف ما كتشوفوا. هذه هي العجينه ديالي. انا درت العجينه هنا البنات سميتو كثيره لانني غادي نقسمها على جوج. غادي نوجد بها نيويورك رول، ومن بعد غادي نخلي النصف الاخر اللي غادي نوجد فيه كرواسه بالنسبه لليوم الموالي. كناخذ هنا 250 غرام ديال الزبده بالنسبه للنصف الاول ديال الخميره ديال العجينه بطبيعه الحال. غادي ندير ثلثين، والثلث غادي نطويه عليه كيف ما كتشوفوا، وغادي نبداو في عمليه التوريق. يعني كنطلقوا العجينه ديالنا بالزبده ديالها، واخا كتبان لكم الزبده راه قاصحه مجمده، غادي نحاولوا معها كنمشيو معها دقه بدقه، وكنديروا شويه الدقيق. ما كنحاولوا ما كنقووش الدقيق في العجينه ديالنا باش ما تشربش لينا العجينه وكتنشف. كنبقاو غاديين دائما الطول كيكون اكثر من العرض، يعني كنطلقوا العجينه تكون طويله بزاف كيف ما كيبان لكم، والعرض غير كنطلقوه باش ما كتبقاش العجينه مدكسه لينا في الجناب. كنستمروا بحال هكا في التوريق دائما. كنورقوها في الاول مزيان، يعني كنحاولوا نطلقوها في الاول مزيان بواحد السمك، يعني ما كنخليوهاش حتى كترقق بزاف، كنخليوها غير شويه كيف ما كيبان لكم في الشكل في الشاشه كيف ما كتبان لكم. هنا غادي ناخذ واحد شويه ديال الماء اللي غادي نطلق عليها باش كتلصق لي العجينه، وكندير الدوبل تور، يعني كنجمع العجينه المره الاولى على الجنب والجنب الاخر، ومن بعد كنعاود نطلق ثاني. دائما نفس العمليه، كنطلقوا طول اكثر من العرض وكنستمروا بحال هكا. عمليه التوريق سهله وكتخرج لنا العجينه ديالنا اللي كتكون مرقه ورائعه، وكنستعملوها في جميع المخبوزات حتى في نيويورك رول اللي كنعرفوا بانها متداوله دابا في مواقع التواصل الاجتماعي. وكنعاودوا كيف ما كتشوفوا كنجمعوها دائما. هنا غادي نديروا ثاني الدبل تور، يعني غادي نجمعوا دائما الطرفين في جهه واحده كيف ما كيبان لكم على الشاشه. وهذه هي النتيجه ديال تحضير التوريق. كيف ما قلت لكم نستعملوها في اي حاجه ديال التوريق، وغادي نقطعوها على جوج كيف ما قلت لكم. غادي ندير النص اللي غنخدم به دابا، والنص غنحتفظ به في الثلاجه اولا في الكونجيلاتور حتى الوقت اللي غنبغيه مره اخرى. يعني كنوجد مره خدمت مره اللي غادي تهنيني جوج مرات. غادي نديرهم في الكونجيلاتور حتى كيرتاحوا. وحده غادي نخليها غير في الثلاجه عاديه، والاخرى غنديرها في الكونجيلاتور حتى كترتاح.
كيف ما كتشوفوا توريق رائع جدا، نقدروا نحتاجوها في اي كرواسون او اي مخبوزات اللي ممكن نحتاجوها. من بعد ما ارتاحت لي العجينه، قد ما عطينا العجينه الراحه قد ما كتعطينا نتيجه احسن. كنستعنوا بشويه ديال الدقيق وكنطلقوا هذه اللي غادي نستعملوا بها. القطعه الاولى اللي غادي نستعملوا منها كيف ما قلت لكم نيويورك رول، غادي نطلقها جيدا، كنخليها واحد السمك اللي كيكون غليظ، ما كنرققهاش بزاف. البرانسيپ ديالها ساهل بزاف، يعني كتبغي العمليه ديالها اللي مصعبه شويه هو هذاك التوريق، اما هي كتجي نفس بحال الشكل ديال الشناك. غادي نطلقوها كيف ما كتشوفوا. من بعد غادي ناخذ سكين اللي غادي نحاول انني نعبر هاد النيويورك رول، يعني اللي من الاحسن نديروهم متوسطين، ما نديروهمش صغار وما نديروهمش كبار بزاف، وكتبقى الرغبه ديال كل واحد. غادي نطلقهم كيف ما كتشوفوا بالسكين ديالي، غادي نقطعهم على هذا الشكل وغادي نبدا نرولي فيهم. دائما البنات كنروليهم وغادي نوجدوا الطاوه ديالهم وكذلك الفران اللي كيكون مسخن على درجه حراره ديال 190. كنشعلوه من الفوق ومن التحت، هنايا ماشي بحال المخبوزات الاخرين. وكناخذوا هاد الدوائر اللي كنستعملوهم يا اما في الحرشه ويا اما في، مهم كيجيو هاد الدوائر اللي كيكونوا على هاد الشكل. كنخليوها حتى كتختمر، ملي كتختمر واحد شويه كنضغطوا عليهم بيدينا، كنديروا ورق الزبده وكنضغطوا عليهم بالطاوه وكندخلوهم الفران كيف ما كتشوفوا حتى كيتحمروا، كيعطيونا واحد اللون اللي كيجي رائع. كنحاولوا نخشيو هذيك القرعه لداخل ديال الشوكولاط اللي استعملت وديال لي كراميل باش كتدخل ليا الشوكولاط من الداخل، وكنزينوهم باش ما بغينا. بطبيعه الحال ممكن تستعملوا اي حاجه، ممكن توجدوا كريمه ديال الكريم باتيسير، ممكن توجدوا كريمه الفستق، ممكن توجدوا اي كريمه اللي كتروق لكم باش تزينوا بها هاد نيويورك رول. هذه الطريقه ديال التحضير صراحه جاتني سهله وبسيطه عمليه، يعني ما خدتش ليا الوقت بزاف نهائيا، ما عدا التوريق اللي كياخذ وقت. وجبت بطبيعه الحال البسيطلات اللي كنت وجدت معكم في تحضيرات رمضان، بسيطلات ديال الحوت كيف ما كتشوفوا، كندهنهم بشويه ديال الزيت وكندخلهم للفران. هنا البنات وجدت العصير ديالي اللي درت فيه الجزر والليمون وطحنته، كيجي رائع بزاف. هنا كتعرفوا باش نحاولوا اننا كنضلوا النهار صايمين، نحاولوا نعطيو الفائده للجسم ديالنا. وحكيت شويه الفرماج وزينت به الواجهه ديال البسيطلات. هادو من نيويورك رول كيف ما كتشوفوا كيجيو زوينين بزاف. كنزينوهم باش ما بغينا، زينتهم بشويه اللوز كيف ما كتشوفوا مهرمش وشويه ديال البسكوي. هادو هما القريشلات ديالنا اولا البريوش كيف ما كيبان لكم، وهادو هما البسيطلات. وبطبيعه الحال الحريره اللي هي معتاده، والطويجين اللي كيكون معتاد. بطبيعه الحال هذا كيكون عمل مشترك ما بيني وبين ماما، يعني هي اللي كتوجد الطويجنات والحريره وانا كنكون تحضير شي الاخر. كنتمنى تعجبكم المائده ديالي، كنتمنى انكم تجربوا الافكار اللي عطيتكم، وكنتمنى انكم تدوزوا نهار بخير وعلى خير. نتلاقاو في فيديو اخر، الى اللقاء.